انك انت تكون افضل لاعب بفريقك وتساهم بالقاب لفريقك وتجيب له ثلاثية محلية، وانك تساهم ب 62 هدف مع مساهمات واهداف وتقود فريقك لألقاب. فمعناتها اشتم انك تكون افضل لاعب في العالم، او حتى تنافس على قائمة افضل لاعبين في العالم. لذلك رافينيا انظلم كتير كتير كتير. يعني بالبلندور جاب مركز خامس. يعني شوف بهي الشغلة انظلم فيها. على الأقل يجب أن يكون أفضل 3 لاعبين في قائمة البلندور. ولكن الطامة الكبرى هي جائزة أفضل لاعب في العالم هي راحت لعثمان ديمبلي. ولكن الأهم من ذلك إنه وين راح التشكيلة؟ حتى بالتشكيلة المثالية للفيفا مو موجود، وحتى كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد مو موجود بالتشكيلة المثالية. يعني اللاعب شو تم أكثر من هيك يعمل لك حتى يطلع بالتشكيلة المثالية للفيفا؟ اللاعب شو بده يضل أكثر من هيك يعمل لك حتى يكون بين أفضل 3 لعيبة في العالم بالبلندور؟ شو يعمل؟ يعني شو يعمل أكثر من هيك الرجل؟ بس أنا هاي الشغلة رح شو هالتصويت هذا يلي عم بتصوت للاعبين؟ أنا رح أديت الآن هاي الشغلة أنا ما عم بفهمها، بس ولكن بتحس في ظلم بشكل كبير جدا، وبالأخص في موضوع جائزة أفضل لاعب بالفيفا. لا كيليان مبابي ولا رافينيا في التشكيلة المثالية للفيفا. لك حتى بالمر موجود يا جماعة. بس حدا يقول لي بالمر ايش سوى الموسم الماضي؟ بس ايش سوى؟ اعطيني الارقام اللي سواها رافينيا وكيليان مبابي. ما بدي اكثر من هيك. انا اكثر من هيك ما بدي. يعني يلا انك تحط كيليان مبابي بقائمة البلندور مركز سادس كمان ظلم لكيليان مبابي، وانك تحط رافينيا بالمركز خامس كمان ظلم لرافينيا، وانه ما يكونوا اللاعبين بقائمة التشكيلة المثالية، فهذا الظلم أكبر وأكبر وأكبر على اللاعبين. فلذلك بتحس إنه الجائزتين البلندور وجائزة أفضل لاعب ما عاد إلى ثقة بتاتا. ما عاد إنك تصدق هاي موجودة في ترتيب الجوائز. لذلك يعني أنا حزين جدا على رافينيا وحزين جدا على كيليان مبابي، على الرغم من انه كيليان مبابي من فريق ريال مدريد، ولكن حزين عليه لانه مو بضمن تشكيلة افضل اللاعبين.